زوارنا وأهلنا في ولاية بسكرة مع صالون وطني للتحف والهدايا التذكارية. سوف نقوم بحوار مع مدير صناعة تقليدية ومدير سياحة لولاية بسكرة حول هذا الصالون الذي سوف يمتد إلى غاية 3 جانفي. ومرحبا بكل زوارنا الكرام في هذا الصالون الذي دائما تمتاز به ولاية بسكرة عن باقي ولايات الوطن، ومنه تنشيط موسم السياحة الصحراوية، ومنه أيضا التعريف بالتقاليد العريقة لولاية بسكرة وعاصمة الزبال. ولهذا نتمنى أن تكون لكم زيارة إلى هذا المعرض الذي سوف يكون لديه بصمة إن شاء الله في هذه الولاية العريقة. نبدأ بالتعريف هذه الأروقة للصناعة التقليدية لولاية بسكرة، فيها منتوجات ما شاء الله. والآن لدينا كلمة مع مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية بسكرة. شوفوا نعطيه له كلمة على حول هذه المناسبة وهذا الصالون الوطني لمشتقات التمور والهدايا والتحف التذكارية. السلام عليكم أستاذ، كيف حالكم؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. أستاذ، كلمة حول هذا الصالون لمشتقات النخيل والهدايا والتحف التذكارية لسكان ولاية بسكرة ومتابعي صفحة I Love بسكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا الصالون دأبت مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف في ولاية بسكرة على تنظيم صالون مشتقات النخيل والتمور والهدايا التذكارية في هذه الفترة، في فترة العطلة الشتوية. كاين هذا الصالون دأبنا على تنظيمه خاص بكل ما هو له علاقة بمشتقات النخيل والتمور وكذلك الهدايا التذكارية. نحن نغتنم هذه الفرصة من كل سنة لتنظيم مثل هذه الصالونات من أجل أولا ترويج للصناعات التقليدية الوطنية من جهة، وكذلك تسويق هذه المنتوجات الصناعة التقليدية وطنيا عبر هذا الصالون الذي يلقى نجاح كبير كل سنة. مثلا في هذه السنة لدينا مشاركة 23 ولاية، حرفيين من 23 ولاية، وعدد المشاركين بلغ 86 مشارك يعني، وهذه نسبة لا بأس بها وتدعو للتفاؤل وكذلك لإعادة تنظيم أو تطوير هذا الصالون من أجل الرقي به إلى إن شاء الله إلى صالون وطني أو صالون حتى يكون مغاربي أو إفريقي إن شاء الله. يعطيكم الصحة المدير، بارك الله فيكم وشكرا على استقبالكم الكريم. هنا في أروقة الصناعة التقليدية أيضا نستقبل مدير الصناعة التقليدية ومدير الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة. ومرحبا أستاذ، كيف حالكم؟ بالتوفيق لكم. أستاذ، كلمة حول هذا الصالون، صالون مشتقات النخيل ومشتقات التمور والتحف والهدايا التذكارية لمتابعي صفحة I Love بسكرة. وهذا الصالون يدخل يعني في طبعته 14. هو صالون مشتقات النخيل والهدايا التذكارية، تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة كل سنة نهاية شهر ديسمبر مع العطلة الشتوية. المعرض هذا إن شاء الله غادي يدوم إلى غاية 3 جانفي 2026. ضم حوالي يعني من مشاركين من 23 ولاية، وكحرفيين إجماليين مشاركين 89 حرفي إن شاء الله. يعني يخلق، هو الهدف منه هو الترويج للمنتجات الصناعة التقليدية على مستوى المحلي والوطني، وكذلك خلق جو تنافسي ما بين الحرفيين يعني خلق جودة في المنتجات وكذلك في عملية عرض وبيع وتسويق المنتجات. ولهذا إن شاء الله ندعو العائلات هنا في بسكرة وزوار ولاية بسكرة للقدوم إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف، لأنه كاين برنامج تاريخي أيضا، كاين حفلات فولكلورية، كاين حتى مسابقات إن شاء الله في غرفة الصناعة التقليدية مع الحرفيين. سيدي المدير، حبوا مثلا الحرفيين
الحرفيين باش يجيو حرفيين يحبوا يديروا بطاقة حرفية هنا في غرفة الصناعة التقليدية، يجيو يكتشفوا هذا المعرض. كلمة للناس اللي عندهم حرفة وما حبوش يديروا بطاقة حرفية إن شاء الله. هو نسعى احنا دائما من خلال المعارض اللي ننظموها على مستوى الغرفة أننا نجلب حاملي مشاريع عندهم منتجات، نعطوهم فرصة ولو بالمجان للمشاركة في المعارض تاعنا. والغرض هو أنه يكتشفوا يعني زملائهم الحرفيين ويكون بيناتهم احتكاك، وكذلك يعني نوجهوهم باش يسجلوا باش يكون العمل تاعهم نظامي في إطار القانون، مع يعني توفير ما توفره بطاقة الحرفي من كل المزايا من خلال التغطية الاجتماعية للحرفي والأسرة تاعو، وكذلك المشاركة في المعارض والصالونات الوطنية وحتى الدولية، وكذلك يعني فيما يخص توسيع مجال المنتج أو توسيع المؤسسات تاع الحرف. شكرا مدير، يعطيكم الصحة. ودائما ثاني نشكر صفحة أيلو بسكرة على متابعتها دائما لغرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة ونشاطاتها، ودائما تخلق لكم جو جميل من هذه الغرفة الصناعة التقليدية والحرف لمنتجات الحرفيين. شوفوا بعض المنتجات حسيات من ولاية ميلا. حلويات تقليدية بكل أنواعها، تحف وهدايا، خياطة وطرز. حتى الحرفيات اللي يحبوا يجوا يشاركوا بالمجان مرحبا بكم في غرفة الصناعة التقليدية والحرف لتدعيم مشاريعكم. هذا التقليدي فضة، هذه كلها من الحلي التقليدي، أسعار ما شاء الله. مشارك من ولاية قسنطينة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي ولاية جيجل. ولاية جيجل. أخي هذه كلها زيوت طبيعية. هذه زيوت طبيعية احنا اللي نستخلصوها من النباتات الطبية والعطرية. فيها اللي كان اللي يستعملها للشفاء للتداوي، وكان اللي يستعملها للتجميل. هذا هو. وهل هي تحتوي على مواد كيماوية أو لا طبيعية؟ طبيعية 100%. لا مواد كيميائية، لا حافظ، لا ملون كما يكون ولا نكهه. هما بدات فيهم النكهه نتاعو، فيهم كما يكون المواد الحافظه نتاعو، باسكو هادو لي زويل اسونسيال، هادو الزوج الاساسيه هما بدات حافظين، وكاين اللي يستعملوهم كمواد حافظه. ها كيفاش المتابعين يقول لك هل عندك زيت الذرو؟ نعم، ها زيت الذرو، هذا هو زيت الذرو تاعنا الطبيعي مستخلص من سمات من جبال ولايه جيجل. هذا هو زيت الذرو. عنده بزاف فائده زيت الذرو في نعم، هو خاصه حنا نستعملوه للحروق، يساعد على التئام الجروح، مليح للسعال، وكذلك في فوائد اخرى حتى لا سيركيلاسيون سونغين، كما يقولوا الدوره الدمويه، مليح ليها، يمشي الدم في العروق، كما يقولوا اصحاب ليفاريس، مليح ليهم ما شاء الله. يعني منتوجات ما شاء الله. هذا طبيعي 100%. راهو زيت نستخلصوا الزيوت، حنا خدمتنا استخلاص الزيوت. ما شاء الله، يعطيكم الصحه. شكرا اخي الكريم، يعطيكم الصحه. مرحبا بك. النحاسيات من ولايه سطيف، منتوجات صابونية. يعني الله يبارك، اليوم الأول لقى إقبال كبير من كل الزوار، يعني حتى من خارج ولاية بسكرة إقبال كبير من الناس اللي راهم يجونا في الرحلات ويجيو اكتشاف ما شاء الله، ويتعلموا ويشوفوا حوايج شابين ما شاء الله. يعني حتى الفيلم كاين بقوة. مشتقات النخيل، بعض التحف والهدايا. كاين مدام زيت الخروع، كاين كلش مدام. هذه بعض مشتقات النخيل بعضها. السلام عليكم مدام. مدام مباشرة في صفحة أيلو بسكرة. مدام هذا المنتوجات كامل يعني راكم تخدموا به مشتقات النخيل؟ مش مشتقات بالتمر. بالتمر. كيقولوا إعادة هيكلة برك، سما شوية متحضر.
هذا محشي تمر محشي. هذا رولي تمر. رولي تمر اسمه. رولي رولي كيف الكاطو تاع رولي. هو هيك رولي بالتمر. هذا من الشوكولاته مستعملين حشوات فيها بعض الرب واخرين بعض التمر. هذه كلهم منتوجات كما نقولوا احنا طبيعيه، ما فيهاش مواد كيماويه زعما. حتى كي استعملت الشوكولاته استعملتها 70% كاكاو باش كاكاو. ما تعودش. اول ما مشاركه لك مدام في ان شاء الله ما تكونش الاخيره ان شاء الله. تشجيع. وهل عندك لي فورماسيون تعلمين اللي يحبوا يتعلموا مع غرفه التقليديه ان شاء الله ديري اتفاقيات عليك؟ عندي شهاده تأهيل يعني ما شاء الله حتى التغليف تاعك يعني ما شاء الله في القمه. حتى كما نقولوا حنايا حتى المشتري لما يشوفها يشوف الهديه على قد ما نقدروا. يعطيك الصحة. هذه كارت فيزيت تاعك باش نصورها المتابعين ان شاء الله. نرجعوا لك ان شاء الله. اسمها لا باج من يوتيوب. وي مدام. نفوتوا هنايا بعض الجمعيات مع الجمعية الولائية روان. دائما المحاضرة معنا في هذا الصالون. هذو بعض الشباب اللي متابعين في هذه الجمعية أو إلى ماذا تنتمي؟ مباشرة مع صفحة I love بسكرة. كلمة عن المنتوجات تاعك. أعطيني كلمة عن المنتوجات تاعك. منتوج طبيعي مناسب للأشخاص اللي عندهم مرضى يعني في الجهاز الهضمي، معدة مثلا. هذه كامل حلويات تقليدية هي. عصرية عصرية تقريبا. عصرية. وهذول درتوا عليهم لي فورماسيون ولا تعلمتهم هنا؟ اسكو هذو مواد فيه مواد كيماوية ولا لا؟ كل شيء طبيعي. طبيعية 100%. سناك صحي ما شاء الله. يقدروا ياكلوه. وين جاي المقر تاعكم؟ احنا تحت إشراف معهد حسن بوناب. ما شاء الله. ان شاء الله يلقى المنتوج تاعكم اقبال من كل متابعي صفحه صيلوف بسكرة. يعطيكم صحه. السلام عليكم. السلام. بعض الاكلات التقليديه. هذا كيف بنوات التمر والشعير. هذا بنوات التمر والشعير. منتوج محلي بامتياز. وهذه هذا بونفور. هذا اسمه بونفور. ايوه. هذا نفس الشيء يعني مشتق. انتم كامل ثاني كانوا تابعين اكيد تابعين معنا المتربصين اللي كنت اتكلم معهم في الاول. تحب تتذوق ان شاء الله. يعطيك الصحه ربي يحفظك ان شاء الله. يعطيكم الصحه. يعني كل شيء طبيعي هنايا. ومن بعد اسكو كيجيو لي كليون كيفاش نتوما تعطيوهم يديو كل شيء. البواط تاعها تكون واجده ويدي معاه. يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه. بارك الله فيكم. هذه الماتيال الاوليه. هذه الماده الاوليه. الشعير ومن التمر. هل عندكم انتاج جديد كما نقولوا حاجه جديده؟ اكيد لازمنا نطوروا فيها فكره. تجي في الالهام من بعد الفكره، من بعد ان شاء الله مؤسسه نافذه. يعطيكم الصحه. ذكروني بالجمعيه المعهد تاعكم. معهد حسني بوناب. حسني بوناب. معهد حسني بوناب لمتابعي صفحه طيلوف بسكرة في هذا الصالون مشتقات النخيل والمفردات التذكاريه. يعطيكم صحه وبون كوراج. ان شاء الله نعاودوا نرجعوا لكم ان شاء الله. يعطيكم صحه. هذه بعض مشتقات التمور. نلقاكم في فرصة أخرى إن شاء الله. ومرحبا بكم كل يوم من الساعة 9 صباحا إلى غاية 5 مساء مع تحيات صفحة I love بسكرة.